السلام عليكم ورحمه الله البنات، مرحبا بكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم اللي غيكون ان شاء الله واحد الفلوق اللي خفيف وظريف، يا ربي يعجبكم. مهم تشاركوا معايا النهار من الاول حتى الاخير. حاولت انني نموض واحد الفيديو اول مره ندير هذا الشكل هذا، ونتمنى انه يعجبكم. في البدايه بديت النهار ديالي بحسوه ديال الاسنكار او الذره، فكتجي لذيذه، راه معروفه عند الشلوح وتشهيت. هاد المره الصراحه ماشي من العاده ديالي نديرها، غير تقريبا اول مره عاوتاني هذه في هذا الصيف، عجبتني وتشهيتها صراحه ودرتها. ايوا عاد نطل دوك المعينات، صراحه عينا من اتاي والقهوه، وقلت نبدل شويه. ونط اول حاجه درتها غسلت دوك المعينات، حيدت عليها الماء ديال الكوزينه، وعجنت شويه ديال البطبوط كيعجبنا الصراحه. وهاد الايام بزاف ديال من بعد العيد، لان هاد الفيديو راهي من بعد العيد بشي حاجه قليله. ما كنتلاقاوش الخبز نهائيا، واخا تبغي الدواء. يعني اي ربة بيت فهي كتعاني من هذا الخبز وعجن البطبوط والخبز ديال الفران وهكا. المهم درت البطبوط بكميه شويه يبقى ليا، وهنا وجدت الغدا ديالي زربان خفان. بغينا نديرو واحد الخريجه في العشيه، خليكم معايا ان شاء الله غادي تشوفوا الخريجه حتى هي. حاولت نشارك معكم شويه ديال اللقطات. دوزنا الغدا هكاك. ايوا من بعد الغدا مباشره جلسنا غير واحد شويه. كتعرفوا النهار ديال الصيف راه طويل شويه. خديت هاد الكسيوه هذه طويله وكتعجبني، خفيفه بزاف، كتجي بحال الشكل ديال جلابه، غير هي ما عندهاش القب، وهي كسوه طويله وليها ليمونش ديالها. والزيف ديالها راه كلهم في بلو ماران، غير التصوير ما كيعطيش حقه. وصاك ونضيدرات وداكشي. وخرجتكم دابا مشينا نتبحروا، جبتكم معايا يعني نوريكم واحد اللقطات. صراحه البحر ديال اكادير زوين بزاف، ولكن المشكله ديالو عامر بزاف. عرفتوا من بعد العيد دخل البراني بزاف. وهنا التصوير كنبين لكم حتى السماء، بان كاين واحد الضبابه كثيره نازله على الارض، لدرجه ان البحر خارج وماشي هو هذاك، ماشي في الطبيعه ديالته. ولكن عامر بزاف، والناس كيترعدوا. عرفتي الدراري الصغار كيشطحوا بالرده الا خرجوا الماء، ما كاين الماء دافي، ولكن الا خرجوا لبرا كيبقاو يترعدوا، كاين واحد البرد صدمه الصراحه. غير ركبت الطوبيس وانا نطلق الجو كيتبدل، سبحان الله العظيم. وقلت الجو ديال اكادير معروف انه كيتبدل شي 3 المرات ولا 4 المرات في النهار. بعض الفصول كيتبدل في النهار، ولكن هذا المره ما تبدلش، شاده البرده. صافي العشيه كانت تقريبا بارده، ولكن زوين صراحه مفيجيش بزاف وزوين. نتمنى الناس اللي ما كيجيوش ليه يجيو يزوروا ويشوفوه. وفوجنا شويه ورجعنا للدار، ورجعنا عيانين مدغدغين ومسخسخين. وكنت ديجا عاجله في الصباح، حتى انا كنعرف راسي كنجي عيانه بزاف. عجنا شويه ديال الكريب هكايا مخلطه، لانه ساهل وخفيف وظريف، وكتعجني وكتخليه. كنحط غير في الثلاجه فكيجي زوين بزاف الا كطيبيه. ومن بعد انا كيما حطيتيه في الثلاجه واحد المده. ودوك البريوات السيجار هكايا كانوا عندي في الفريغو، خرجتهم غير سخنتهم صافي وحطيتهم، درنا قهوه وحليب. وقلت ضروري ندير واحد الدوش خفيف هكايا، صابونه ماده ما جبت شبكه والصابون كيف كنقولوا. وهذا ما كان خفوا عليا عظامي شويه صراحه. كتولي واحد الراحه زوينه من بعد نهار طويل ديال التعب وديال، خصوصا الا خرجت اي بلاصه خرجت ليها، خصوصا البحر، فكنجي مدغدغه ومسخسخه، حالتي حاله. ما كنقد لا نطيب لا حتى حاجه. ولكن الصراحه ملي وجدت داك الكوتي قبالو هكا، يعني كلشي ساهل، ماشي عجنت ولا شي حاجه ولا عاود طيبت ولا كلشي واجد، غير قهوه اللي صيبت. وهنا ملي دوجت راه جيت درت هذا المرطب هذايا زوين بزاف صراحه، ديال كوكو. حاولت نشاركو معكم باش هكا اللي ما عندهاش ولا اللي بغات شي مرطب يكون في المتناول ورخيص على الجيب بالخصوص، ما غاليش، راه ما وصل حتى 30 درهم، راه ما وصلهاش. ومتواجد بزاف لي غون سورفاس، ولا حتى في عند مول المكياج. والصراحه مرطب زوين وضروري في هاد فصل الصيف هذا، كينشفوا اليدين بزاف. وبحال فصل الصيف بحال فصل البرد، بحال وقت الشتاء، يعني كنحتاجوا بزاف ديال الترطيب. وكيليق الجسم، سورتو انه كميه كبيره زعما لا باس بها، كتبقى عندي مده وانت غادي تهني الجسم ديالك واليدين ديالك. ومن طبيعه الحال ما نساوش العباده قبل ما ينعس بنادم، يستغفر الله ويذكر شويه الله عز وجل ويطلب المسامحه والمغفره. وهذا ما كان البنات. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بلي كومونتير ديالكم بلي جيم وتعاليق زوينين. وحتى لهنا كنوصل للنهايه ديال الفيديو. شكرا لكم بزاف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.